أنا راح أحكي لك بهذا الفيديو فلسطين شلون تتحرر. يمكن هذا الكلام لو قلته قبل يوم واحد بس من حرب غزة الأخيرة كان سيؤخذ على محمل السخرية، الناس تمسخر علي أني عم أقول هذا الكلام، لكن اليوم الكلام صار منطقي بعد ما شافهم حماس خلال ليلة واحدة إيش عملت بإسرائيل. تقريبا أخذت ربع إسرائيل شوي ثانية، يعني شغلات ومناطق ويعني جدران سقطت ما كانوا يحلموا بحياتهم أنهم يسقطوها. أنا اليوم بهذا الفيديو أحكي لك شلون تسقط إسرائيل. إسرائيل تسقط بحالة واحدة، وهذا الأمر تعلمناه من خلال حروبنا الطويلة مع إسرائيل. الوقت ما هو لصالحنا أبدا، كل ما تقادم العهد وتقادم الوقت بحربنا مع إسرائيل احنا خسرانين قولا واحدا، لأنه هم عندهم حلفاء وامدادات ومصانع عسكرية أحسن من عنا وأكثر بكثير. احنا حلفائنا كلهم حيشاك زبالة، ما عندنا شيء.